الرئيس السيسي أوضح أيضا أن ملف التصنيع الزراعي يستلزم إجراء دراسات وأبحاث وافية، كما أشار الرئيس السيسي إلى أن هناك 1,000,000 طن مزروعة بالقمح باستخدام طرق الري الحديثة، وهو ما يعني الإنتاج بتكلفة اقتصادية خاصة مع احتمال تأثر سلاسل التوريد والإمداد العالمية. طن قمح مش كده؟ 1,000,000 طن قمح دول يساووا كام؟ وهم معمولين ايه؟ معمولين بنظم ري حديثة، يعني حجم المية اللي بيستخدم فيهم هو الحجم الأمثل في الري، ويصلح لي وزير الزراعة الكلام ده. وبالتالي أنا بنتج 1,000,000 طن قمح دول بتكلفة اقتصادية في المية اللي احنا دلوقتي بنقول لابد ان احنا كل نقطة مية نستفيد منها. ثم ده الفرصة بقى البديلة لما انا اروح اجيب الكلام ده بحوالي 350-400 مليون دولار طبقا لاسعار القمح، مع الوضع في الاعتبار ان لو سلاسل التوريد حصل لها مشكلة، احنا في مشكلة ازمة في الموضوع.